السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بتدخل البنزيمة عمرك فكرت ازاي المكان ده شغال؟ البنزين جاي منين وليه المسدس بيفصل لوحده وازاي المحطة نفسها مش بتنفجر؟ محطات البنزين مش مجرد مضخات، دي أنظمة معقدة تحت الأرض وفوقها، بتشتغل بدقة شديدة علشان تمنع كارثة. في الفيديو ده هنفكك كل تفصيلة في محطة البنزين، من تاريخها اللي بدأ كمكان خطر جدا لحد التطور الهندسي اللي بيخليها دلوقتي من أكتر الأماكن أمانا ودقة. بس لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. أول ما العربيات انتشرت بداية القرن العشرين مفيش حاجة كان اسمها محطة بنزين بالشكل اللي نعرفه. الناس كانت بتشتري البنزين من المحلات وفي جراكن وفي براميل. بعد كده بدأوا يحطوا مضخات يدوية على الرصيف. تخيل خزان مكشوف وماسورة بتنزل من برميل وواحد بيصب البنزين في عربيتك. الدنيا كانت ماشية كده، بس طبعا مع الوقت حصلت كوارث كتير، حرايق وانفجارات وتسريبات، خصوصا ان البنزين شديد الاشتعال واي شرارة كانت كفيلة تولع المكان. اول محطة بنزين حديثة ظهرت سنة 1905 في امريكا، كانت عبارة عن حنفية بنزين واحدة قدام محل صغير. لكن مع تطور الصناعة وانتشار العربيات بدأ يظهر احتياج لمحطات مستقلة، فظهر أول تصميم حقيقي لمحطة بنزين سنة 1913 في بيتسبرج. التصميم بقى فيه خزان تحت الأرض ومضخة بتسحب البنزين وتطلعه فوق. الخطوة دي كانت نقطة تحول لأنها قللت الخطر وخفت من شكل الفوضى اللي كان في الشارع. محطة البنزين اللي انت بتشوفها النهاردة دي فيها هندسة أكتر مما تتخيل. اول حاجة الخزان تحت الارض بيكون مصنوع من الفايبر جلاس او معدن مطلي بمادة مقاومة للتآكل. ليه تحت الارض؟ علشان الامان وكمان علشان درجة الحرارة تفضل ثابتة وتقلل التبخر. فوق الخزان في مضخة سحب، المضخة دي بتوصل البنزين من تحت لحد ما يوصل لك في المسدس اللي بتمسكه. لكن ايه اللي بيخلي المسدس يقف لوحده لما التانك يتملي؟ هنا بقى السر. جوه مسدس البنزين في انبوبة صغيرة وفتحة بتسحب الهواء وانت بتضغط. لما التانك يتملي البنزين بيقفل الفتحة دي، الضغط بيتغير فيفصل ضخ البنزين تلقائي. التقنية دي اسمها تأثير فينتوري، وهي ببساطة بتستغل فرق الضغط علشان تتحكم في التدفق من غير أجهزة إلكترونية معقدة. يعني اختراع عبقري بسيط بس شغال بكفاءة. النهاردة محطات البنزين فيها أنظمة متطورة، حساسات للكشف عن التسرب، وأنابيب مزدوجة لمنع انتشار البنزين في الأرض، ونظام تهوية للخزانات عشان يمنع تراكم الأبخرة، وطفايات خاصة للحرائق. كل ده بيخضع لفحص دوري من جهات رقابية وبيتعامل بتكنولوجيا عالية جدا. دلوقتي في اتجاه لمحطات وقود بدون عامل بشري كلها اوتوماتيك، ومع انتشار العربيات الكهربائية بدأنا نشوف شواحن في المحطات في بعض البلاد. حتى الهيدروجين بدأ يظهر كوقود بديل. هل مع الوقت محطات البنزين هتختفي؟ ممكن، بس اللي اكيد ان اللي احنا شايفينه كحاجة عادية وراها قصة طويلة من التطور والتجربة والخطأ. الخزانة اللي تحت رجلك والمضخة والمسدس اللي في ايدك، كل قطعة وراها عشرات السنين من التطور. قول لنا في الكومنتات ايه اكتر حاجة فاجأتك في موضوع محطات البنزين، ولو عندك اقتراح لفيديوهات تانية عن هندسة الحاجات اليومية اكتبه تحت، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة.